حبيب قلبي. بص يا صاحبي، لو سألتك مين أحسن في دول، نيوتن ولا أينشتاين، ميسي ولا كريستيانو، أم كلثوم ولا فيروز، عادل شكل ولا حمادة هنبقة، دايما في أي مجال لما بيلمع اسم أو اتنين الناس على طول بتروح للمقارنة ما بينهم، وده لأن عقلنا البشري متبرمج على كده. عقلنا عايز حسم، عايز انتماء لحاجة معينة، مش عايز يشتت نفسه. يعني من الآخر قول لي مين نمبر 1؟ اتفضل ايه ده؟ اتفضل. لا مش قصدي على ده خالص، يعني ما تفضلش تقول لي ده مميز في ايه والتاني مميز في مش عارف ايه. لا يا باشا، انا عايز جواب قاطع. وعندنا في مصر اول ما بنجيب سيرة افضل ممثل في تاريخ السينما دماغنا على طول بتروح لاسمين، عادل امام واحمد زكي. كل واحد فيهم عنده جمهوره، وكل جمهور فيهم شايف ان الممثل بتاعه هو الافضل. فيا ترى هل المقارنة دي صحيحة؟ وهل فعلا في واحد فيهم احسن من التاني؟ انا بقى يا صاحبي النهارده جاي اناقش الموضوع ده بكل حيادية، وهنحط مجموعة نقط وهنبني عليها المقارنة بتاعتنا، وهنشوف النتيجة مع بعض، وكمان هقول لك رأيي الشخصي بس في الآخر. ويلا بينا نبدأ. مبدئيا كده يا صاحبي لازم نتفق على حاجة مهمة. في السينما في نوعين من الفنانين، في النجم وفي الممثل. النجم هو اللي الناس بتدخل الفيلم عشان هو ما بيفرقش معاهم القصة ولا القضية اللي بيناقشها العمل. الجمهور داخل عشان يتفرج عليه هو وبس. حركاته، لزماته، كاريزمته، حتى لو بيمثل أغلب أعماله بنفس الشخصية أو الكاركتر. أما الممثل فده قصة تانية خالص. أنت داخل عشان تتفرج على الشخصية نفسها اللي هو بيجسدها، وتشوفه هيقدمها إزاي وإزاي هيقدر يلبسها ويدوب جواها. وده ملخص أول نقطة في الفرق ما بين عادل امام واحمد زكي. عادل امام كان نجم شباك، ميجا ستار، الجمهور كان ممكن يدخل اي فيلم بمجرد ما يكون اسمه على الافيش. انما احمد زكي كان حاله تانية خالص. ما كانش بيقدم احمد زكي ولا بيمثل باسمه، انما كان بيقدم لك شخصيه، كان بيقدم لك حاله. احمد زكي في كل عمل كان بيخلق يونيفرسال نفسه ويعيش جواه. انت متخيل ان ممثل واحد قدر يقدم لك رئيس جمهوريه، وزير، ضابط مباحث، تاجر مخدرات، دجال، مدمن، ملاكم، سواق، بواب عماره؟ الراجل تقريبا قدم لك كل طبقات الشعب من اكبر راس لاصغرها، وفي كل مره كان بيقنعك وبيقدم لك شخصيه مختلفه تماما عن اللي قبلها. بس مش معنى كده ان عادل امام كنجم شباك ما كانش بيقدم شخصيات مهمه، ولا احمد زكي كممثل تقيل ما كانش ناجح جماهيريا. انما انا هنا بوصف لك البرسونا او الخط اللي كل واحد فيهم رسمه لنفسه ومشي عليه. عادل امام كان الشباك عنده رقم واحد، اهم حاجه الايرادات والنجاح الجماهيري. احمد زكي بقى عكسه تماما، ما كانش بيفرق معاه الايرادات على قد ما بيفرق معاه استمتاعه بالتمثيل وبالشخصيه اللي بيجسدها وبالعالم اللي بيغوص فيه. ويبان لك ده جدا في قصه فيلم الحريف، لما عادل امام اتضايق جدا وندم على تقديمه للفيلم بسبب فشله في شباك التذاكر رغم قيمه الفيلم والكواليتي العاليه بتاعته. وعلى الناحيه التانيه احمد زكي ندم على عدم تقديمه للفيلم بعد ما كان هو المرشح الاول للدور، وقال انه فيلم عظيم رغم ان الفيلم فشل قدامه جماهيريا. ومع مين؟ مع عادل امام. وده يوضح لك اختلاف العقليه، وان كل واحد فيهم كان ليه فلسفته الخاصه. المثير بقى ان اختلافهم ده ما كانش بس في التمثيل، انما كان برضه في الواقع، في شخصياتهم الحقيقيه. عادل امام كان شخصيه ذكيه واجتماعيه جدا، قريب من الشارع، بيعرف الجمهور عايز ايه وبيعمله، بيعرف امتى يضحكهم فبيعمل لهم كوميدي، وبيعرف امتى يلمس مشاكلهم فبيقدم لهم التراجيدي. وكل اعماله كانت بتعكس شخصيته في الواقع. هو كده من شكله وهيئته هتحسه شبه المواطن العادي، يعني نقدر نقول انه نقل الشخص او المواطن العادي وخلاه بطل سينما. انما احمد زكي كانت شخصيته مركبه وحساسه وفيها قدر كبير من الصراع الداخلي، وعلى عكس عادل امام كانت شخصيته اقرب للعزله والانطوائيه. وخد بالك دي زي ما كانت عيب كانت برضه ميزه، لان عزلته كانت بتساعده كتير انه يذاكر الشخصيه اللي بيقدمها بعمق، وكان بيلبس تفاصيلها بشكل مرعب. يمكن ظروف نشأته الصعبه ورفض المنتجين ليه في بداياته هو اللي خلاه يحب الوحده والبعد عن الناس، وده اللي خلى احمد زكي احسن حد يقدم لك الشخصيه المعقده، لدرجه ان ممثلين كتير كانوا بيخافوا يقفوا قدامه من شده تقمصه واندماجه في الشخصيه. احمد زكي لما كان بياخد اي ورق كان بيدخل في حاجه كده زي معسكر مغلق، كان بيخش فيه احمد زكي وبيخرج منه شخص تاني خالص. ملخص الحوار ان كل واحد فيهم هويته الفنيه كانت انعكاس لشخصيته في الواقع. وهنا بقى يا سيدي اصبح قدامنا مدرستين مختلفتين، مدرسه الزعيم ومدرسه الامبراطور، ومن البدايه بتظهر سمات كل شخصيه فيهم وهدف وتوجه كل واحد. طب ازاي؟ ما انا هقول لك ازاي. تعال اخدك من ايدك ونرجع بالزمن لسنة 1973، وبالتحديد وقت عرض مسرحية مدرسة المشاغبين. مجموعة ممثلين من الجيل الجديد بيقدموا مسرحية هتكون سبب في انطلاقهم لعالم النجومية، بس مش كلهم، في واحد فيهم نجوميته هتتأخر شوية. وده يبين لك من بدري سر اختلاف أحمد زكي عن كل أبناء جيله. هو بيحب يمثل الحاجة اللي مقتنع بيها، مش اللي المجتمع بيمليها عليه. ولك أن تتخيل إن ده العمل الوحيد اللي جمع ما بين الاتنين. وبان قوي من بدري إن كل واحد فيهم ليه سكته، وده بان أصلا
اصلا من قصه المسرحيه نفسها. عادل امام في الروايه كان واخد دور زعيم الفصل، الواد الشبح المسيطر اللي مش همه حد، انما احمد زكي كان واخد دور الشاب المتفوق الحالم اللي بيرفض يشترك مع باقي زمايله في المشاكل. يمكن دي تفتكرها صدفه او توزيعه ادوار، انما يا صديقي انا بعتبر دي صوره اوليه لكل واحد فيهم. لو جينا بقى وشفنا ذكاء كل واحد وادارته لموهبته عامل ازاي، اول مقوله هتحضر معانا هي ان عادل امام هو اذكى ممثل في جيله، وانا بصراحه بايد الكلام ده. بس مش معنى كده ان احمد زكي ما كانش ذكي، لا حلوه دي، احمد زكي ما كانش ذكي. واحد هيقول لي انجز يا خفيف، هقول لك كل واحد فيهم كان ذكي بس بطريقته. تعال معايا يا صديقي نشوف كل واحد فيهم ادار موهبته ازاي. عادل امام كان عايز يفضل بطل الايرادات الاول، المقياس الجماهيري هو رقم واحد عنده. كان بيعرف امتى يلعب كوميدي، امتى يلعب سياسه، امتى يختار مواضيع حساسه جدا ويناقشها في اعماله. يعني من الاخر بيشوف السوق عايز ايه وبيقدمه. ده غير انه نجح انه يعمل من اسمه براند، يعني كفايه الجمهور يقرا اسمه على اي افيش لفيلم او مسرحيه فخلاص يابا انا اشتريت. ده عادل امام يعني. وزي ما عمل افلام تجاريه كتير كان هدفها الايرادات، عمل برضو اعمال قويه جدا وليها قيمه وعايشه لحد دلوقتي، اعمال ناقشت قضايا مجتمعيه وسياسيه وانسانيه. انما احمد زكي زي ما تقول كده كانت شغلانته شغلانه مزاج، زي المايسترو اللي بيعزف الدور. في كل دور ليه هتلاقي ابعاد وهارموني وتعمق في التفاصيل، في كل دور هتلاقيه بيخرج حاجات جديده وكانه في كل مره بيكتشف نفسه. يعني هتتفرج عليه هتتمزج، ولو ركزت مع عينيه ورياكشناته وشفته بيلعب الشخصيه ازاي هتعرف ان الراجل ده موهبه فطريه مش بتتكرر الا كل كام سنه. كمان تحسه انه كان ميال اكتر للتجسيد والمناقشه القضايا الفلسفيه اللي بتخص الاعماق الانسانيه، يعني كانه في تمثيله بيشرح لك دواخل الانسان، صراعه مع نفسه ومع البشر. وزي ما قال عليه الفنان نور الشريف انه بيمتلك جهاز عصبي مشع. احمد زكي كان بيتحد بالشخصيه، بيتقمصها بدرجه مرعبه، لدرجه انه بعد ما بيخلص اي فيلم كان بيقعد فتره عقبال ما يرجع تاني لشخصيته الطبيعيه. هو كده كانت مدرسته هي المدرسه التقمصيه. الراجل ده كان شغفه عالي قوي بالتمثيل، يعني بالبلدي واخد الموضوع جد قوي. فالذكاء هنا انه ساب لك شخصيات عايشه حتى لو في وقتها ما جابتش فلوس كتير في صندوق الايرادات. لو جينا حتى للكوميديا، احمد زكي اصلا مش كوميديان، بس رغم كده احمد زكي في اعمال كتير قدر يضحكك. هو مش بيضحكك بافيه او بتعبير وش زي الزعيم، انما هو بيخليك تضحك على المأساة اللي بيتعرض لها في الموقف نفسه، زي مثلا مشهد القطر الشهير في ضد الحكومه، او دوره في البيه البواب، او دوره في العيال كبرت. بص كده على الافيه ده. يا سعاده البيه. ايوه يا حبيبي. حرام عليك. اي. هنا في المسرحية الناظر كان بيقول له أنا بساعدك أنت ووالدتك وبعمل عشانكم كذا وكذا، وأول ما قال الجملة دي الجمهور فطس من الضحك رغم إنه قايلها بحزن وقهر. أحمد زكي بقى كان أحسن واحد يخليك تضحك على أحزانك وهمومك، لأنك كنت هتحس فعلا إنه عايش الأحزان دي، فكل كلمة وكل تعبير بيطلع منه كان حقيقي 100%. وهنا واحد يقول لي أيوة يعني بعد الرغي ده مين فيهم أحسن؟ هقول له أحمد زكي فنان عظيم وعادل إمام فنان عظيم. هتقول لي طب يا عم سيف زاهر انجز وقول لنا مين هو نمبر 1. هقول لك مفيش حاجة أصلا يا صاحبي اسمها نمبر 1 أو رقم واحد أو الأعلى مشاهدة والكلام ده، دي مصطلحات أو ألقاب بيحطوها الفنانين لما يحبوا يلمعوا نفسهم. إنما عادل إمام وأحمد زكي كان كل واحد فيهم نمبر 1 في حتته. الزعيم كان نمبر 1 جماهيريا، كان هو بطل الشباك والمتربع على عرش الإيرادات لسنين طويلة. أما الإمبراطور هو نمبر 1 في التجسيد وتقديم الشخصيات المركبة والأفلام العظيمة اللي كل ما تتفرج عليها تستمتع وتكتشف حاجات مختلفة. وبس يا سيدي، أنت بقى اكتب لي رأيك في الكومنتات، يا ترى شايف مين أحسن؟ هتكتب لي رأيك وهنتناقش مع بعض. وما تنساش تاخد لك لفة في القناة ومش هتندم، وتدوس لايك وسبسكرايب لأن ده بيشجعني إني أستمر. أشوفك على خير يا صاحبي، سلام.